أعلنتها الأسبوع الماضي مجلة ساينس العلمية الرفيعة الموثوقة الدراسات والنتائج، حين نشرت خلاصات ما أطلق عليه أول أطلس جيني لتاريخ الاختلاط البشري، الذي جاء ليعزز عددا من الحقائق التاريخية عبر دراسة عينات من الحمض النووي مستخلص من أفراد ينتمون إلى المجموعات 95 المشكلة للبشرية فوق الكرة الأرضية. وهي نتائج البحث التي قامت بها 3 مؤسسات علمية كبرى، هي جامعة إكسفورد ويونيفرسيتي كوليدج البريطانيتان ومعهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا التطورية الألماني. لقد أعادتنا نتائج ذلك الأطلس الجيني لتاريخ الاختلاط البشري إلى إعادة تمثل جديدة غير مسبوقة وبالدليل العلمي الحاسم لقصة تنقل أجدادنا القدامى فوق البسيطة، وكيف ظلت النطف تجول وتجول هنا وهناك تلقح البويضات لتنتج النوع البشري الذي بقي يتزايد ويتزايد حتى بلغ اليوم المليارات فوق كوكبنا الأزرق. بل إن تلك النتائج قد حسمت حقائق تاريخية سابقة تتعلق بحروب ونزوح لجماعات بشرية ومسار علاقات تجارية وتجارة للعبيد، مما جعل الإنسانية اليوم هي فسيفساء من الجينات لها تشارك في أصل الحمض النووي بشكل لا يمكن تصديقه، بدليل وجود أثر لجينات سود إفريقيا حتى في أقصى الصين كنتيجة عن أثر تجارة الحرير القديمة. ولعل ما يهمني في نتائج تلك الدراسة العلمية ما يرتبط بنا كمغاربة ومغاربيين، حيث نقف على حقائق مبهرة تعزز حقائق تاريخية لم تكن محل إجماع علمي حاسم من قبل، لأنه بالعودة إلى المجلد الضخم الذي صدر في أكثر من 8 صفحات منذ سنة حول تاريخ المغرب الذي أصدره المعهد الملكي لتاريخ المغرب بإشراف الفقيه والمؤرخ المغربي محمد القبلي، الذي اشتغل على إنجازه 55 باحثا مغربيا مرموقا على مدى 5 سنوات، فإن أهم المعلومات الواردة فيه غير المسبوقة في علم التاريخ هو أن الأبحاث الأركيولوجية والإثنوغرافية قد توصلت خلال 30 سنة الأخيرة إلى خلاصة مهمة، هي أن أصل البشرية حتى إشعار علمي آخر هو إفريقيا، وأنه لم يكن فقط في كينيا كما كان معروفا بالقبل، بل إن فرعا أصيلا آخر قد اكتشف في المغرب من خلال الإنسان نيوديرتالي الذي اكتشفت آثاره ولا تزال تكتشف في مغارة طوما بعين دياب بالدار البيضاء. وأن النظرية التي كانت تقول على أن الإنسان الأول ظهر بكينيا ومنها زحف صوب آسيا وأوروبا لم تعد بالتالي مطلقة الحجية العلمية، ذلك أن إنسان المغرب القديم منذ ملايين السنين القريب زمنيا من إنسان كينيا هو الذي سيغزو أوروبا من الغرب. وظلت هذه الفرضية التاريخية محتاجة إلى دليل حاسم حتى جاءت نتائج الأطلس الجيني لتاريخ الاختلاط البشري المنشورة هذا الأسبوع بمجلة ساينس العلمية، لتؤكد من خلال دراستها ل 12 مجموعة بشرية في العالم العربي ضمن ال 95 مجموعة المشكلة للبشرية، وضمنها عربيا ما أسمته المجموعة المغربية الأطلسية، التي أكدت بشكل قطعي أن جينات الحمض النووي للمغاربة مختلطة أكثر مع جينات المجموعات الأوروبية، تليها جينات المجموعة الإفريقية جنوب الصحراء، ثم جينات باقي العرب خاصة مصر والأردن. ما الذي يعنيه ذلك؟ ببساطة الحقيقة العلمية المستندة على نتائج الحمض النووي، فإن أكبر مجموعة بشرية نختلط معها نحن المغاربة في ذات الجذر التاريخي كتركيبة جسدية فيزيائية هم الإسبان بما نسبته 26%، ثم يليهم بنسب بين 12 و 7% الصقليون، ثم الإيطاليون، ثم الباسك، ثم الألمان، وبعد ذلك المجموعة الإنجليزية بما فيها الإيرلنديون والسكوتلنديون، وتليهم المجموعة الجزائرية المزابية الأمازيغية ب 14%، ثم المجموعة الإثيوبية ب 9%، ودول الساحل ب 7%، ونشترك ضمن العالم العربي مع تونس ب 12%، ومصر ب 10%، والأردن ب 8%. وخلاصة ذلك هي أن المجموعة المغربية الأطلسية الإفريقية القديمة قد تحركت أكثر صوب فضائها المتوسطي الأوروبي منذ ملايين السنين، وبقيت تتلاقح جينيا مع ذلك الفضاء حتى اليوم. وليست مستغربة هنا نتائج تلك الدراسة الألمانية التي كانت قد صدرت منذ 4 سنوات، والتي تفيد أن الحمض النووي لأدولف هتلر مطابق لجينات أمازيغي شمال المغرب، بل أكثر من ذلك هي ذات جينات يهود أوروبا الغربية ويهود المغرب. مثلما أن قراءة أولية لنتائج الأطلس الجيني لتاريخ الاختلاط البشري المنشورة منذ أسبوع تؤكد أن جينات المشارق العرب هي إفريقية لكنها مصرية أكثر،
بدليل أن حوالي 38% من جينات كل الخليج العربي والأردن وسوريا مطابقة لجينات بدو سيناء والمصريين، وأن باقي الجينات عندهم أقرب للإيرانيين والمغول، مما يؤكد أن رحلة الإنسان الأول أي أجدادنا القدامى الذين ظهروا في إفريقيا قد تحركوا عبر رحلتين، واحدة من كينيا صوب آسيا عبر سيناء، والثانية من المغرب الأطلسي صوب أوروبا عبر إسبانيا. واضح إذن أن قدرنا المتوسط هو الغالب مغربيا في قصة تحركنا كمجموعة بشرية منذ الأزل البعيد، وأن علاقتنا بالإسبان تكاد تكون علاقة سيامية بذات القدر التي هي قوية علاقتنا مع المجموعة الجزائرية التونسية المزابية الأمازيغية. فنحن ليس فقط نتشابه بل نتطابق، لأن حمضنا النووي يكاد يكون واحدا، بما يفيد أن الدم واحد. وكم هو مثير أنه كما حدث في قصة البشر فإن الخصوم تقوم دوما بين سلالات الدم الواحد، كما كان الحال بين قابيل وهابيل. وقصتنا بالتالي مع جيراننا الإسبان أكبر مجموعة بشرية في العالم نشترك معها بالدليل العلمي اليوم في قرابة الدم، ظلت دوما قصة تدافع وصراع منذ هرقل العظيم الذي حارب آلهة الإغريق وأوروبا عند مضيق جبل طارق، وأعلى الأعمدة السبعة لحماية المضيق وطنجة من ريح الشمال، حتى قصة الأندلس، ثم محاكم تفتيش ومأساة الموريسكيين، وصولا إلى موجة الاستعمار واحتلالها سبتة ومليليا وكل الشمال المغربي، ثم درس معركة أنوال سنة 1921 التي ردت دين هزيمتنا بتطوان سنة 1860. إن الدرس الذي تعلمنا إياه نتائج الأطلس الجيني لتاريخ الاختلاط البشري هو أن الدم والتلاقح شيء، وحسابات السياسة عبر التاريخ شيء آخر، لأنه كم هو مفارق أن نكون نحن أكثر المجموعات البشرية قربا من الإسبان بدليل تحاليل الحمض النووي، وأن نكون في الآن نفسه أكثر المجموعات التي تواجهت معها في موجات مد وجزر متلاحقة. مرة نصل نحن كمغاربة حتى جبال بيريني ونبقى هناك 8 قرون من الحضارة المغربية الأندلسية، ومرة يصلون هم حتى رأس الداخلة والسمارة ورأس جوبي في جنوبنا الصحراوي، أو يحتلون تطوان حتى سوق الأربعاء في شمالنا المغربي. كم هي ماكرة الحياة إذن في دروسها التي لا تتعب في أن تعلمنا إياها نحن أبناء الحياة في غربتنا بالكون وفي قلق صراعنا مع الموت. ونموذج قصتنا مع الإسبان الدليل الأكبر على ذلك، ولعل أكبر رسالة مثيرة ترسخها النتائج العلمية الجديدة للأطلس الجيني أننا كمغاربة كنا وبقينا متوسطيين أكثر مما نحن مشرقيين، مما يعني أن جيناتنا غربية أكثر، لكن هويتنا الحضارية بقيت إسلامية أمازيغية متوسطية إفريقية يهودية. وكم كان دستور 2011 ذكيا في الانتباه إلى ذلك في ديباجته.